بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي في الله، معكم أخوكم معاذ، مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي على الفيسبوك. اليوم إخوتي درسنا سيكون جد مهم إن شاء الله. سيكون سأعطيكم خلاصة ماذا تستعملون في مرحلة غيار الريش، لأن إخوتي مرحلة غيار الريش جد مهمة عند الكناري، ولكن الحسون جد حساسة. الحسون في هذه المرحلة إخوتي يغير كل ريشة، وحتى يغير كل شيء، فيكون في حالة ضعف، يكون في حالة ضعف شديدة إخوتي. ومرحلة غيار الريش إخوتي هي التي ستحدد لكم إن كنتم ستنجحون الموسم المقبل أم لا. إذا الحسون تاعكم خرج من مرحلة غيار الريش في حالة جيدة ونشيط وما شاء الله، العام المقبل إن شاء الله فرضية كبيرة أنكم ستنجحون في الإنتاج بالمقنين. لهذا إخوتي نحن المربين نعطي قيمة كبيرة لهذه المرحلة. هذه المرحلة هي التي تحدد الفرق إذا كنت ستنجح أم لا بكل بساطة. إخوتي سأريكم بعض الطيور إن شاء الله اللي دخلوا لي في مرحلة غيار الريش، وسأريكم إن شاء الله ماذا سنقدم لها على مرحلة في هذه المرحلة. مرحلة غيار الريش تدوم تقريبا شهر ونصف إلى شهرين، من بعد نعطيو الطيور تاعنا راحة حتى الموسم المقبل إن شاء الله. طبعا إخوتي هذا الذي ترونه أمامي هذا خلطة، خلطة من المسكوتة إذا تعرفونها. المسكوتة هذا قاطو نعطيه للصغار، تسمى المسكوتة. نطحنه مع اللوز. هذه خلطة اللوز مطحون والمسكوتة تاع الصغار، أظن أنكم كلكم تعرفونها، تاع الصغار، مسكوتة تاع الصغار. أيضا هذه إخوتي خلطة هذه فيها كل شيء ما شاء الله، فيها النيجر، فيها القنبز، فيها كل شيء. هذه خلطة ما شاء الله، النيجر، القنبز، وأيضا البيريلا. أيضا إخوتي هذا السيبيا، كلكم تعرفون السيبيا إخوتي، حجر البحار من أجل الكالسيوم. وأيضا نعطي الكامي العادي، الكامي ميلونج عادي. تمام إخوتي. طيب إخوتي كيف نفعل إن شاء الله؟ في كل معلف نضع شيء محدد. في المعلف الأول نضع خليط اللوز والمسكوتة، والمعلف الثاني نضع القليل من هذه الخلطة تاع النيجر والقنبز إلى آخره. وأيضا في قوضي أو معلف آخر نضع نكسر هذه نطحنها ونقدمها مطحونة للطيور تاعنا. سأعطيكم مثال إن شاء الله. سأعطيكم مثلا إخواتي هذا هو أو نذهب مثلا سأعطيكم مثال. إخواتي هذه ميلونج عادي كامي، وهذا أيضا ميلونج عادي. وهنا نجد خلطة اللوز والمسكوت الذي تكلمت عليه. وهنا أيضا إخواتي خلطة النيجر والقنبز، اللي هي إخواتي في القوطي صغير ستلقون الكالسيوم إخواتي جد مهم. يوميا نقدم هذه الأمور، نخليوها هكذا مثل ما ترون حتى ينتهي الطائر تاعنا من مرحلة غيار الريش. أيضا إخواتي البيض المسلوق نقدم 2 ل 3 مرات بالأسبوع. وأيضا الخس، الخس أو الخيار، نقدم الخس من أجل الألياف حتى يسهل عملية الهضم. نقدمها 3 مرات بالأسبوع. تمام إخواتي. ومرة بالأسبوع نقدم مصدر سكريات مثل التمر أو فواكه مثل التمر أو البطيخ إلى آخره، ولكن أفضل شيء التمر إخواتي. هكذا إن شاء الله الطيور تاعنا ستخرج من مرحلة غيار الريش بكل بساطة إخواتي. هكذا. وأيضا أؤكد على شيء مهم إخواتي، يجب النظافة إخواتي. الله يحفظكم إخواتي. النظافة، اللي ما ينظفش كما قلت لكم ما يستاهلش يربي الطيور بكل صراحة. يلزم النظافة إخواتي. والدوش ما تساوش الدوش إخواتي، نوضع لهم الدوش عادي 3 مرات بالأسبوع عادي. تمام إخواتي. وكل كوبل مثل ما ذكر أخي لطفي في الله، كل كوبل نوضعوه مع بعض البعض، نخليو لي كوبل يغيروا مرحلة غيار الريش مع بعض حتى يرجعوا كوبل انسيبارابل، يعرفوا بعضهم البعض ويتوافقون في مرحلة التزاوج من بعد. هكذا يكونوا موالفين بعضهم البعض، مثل ما ترون كل كوبل مع أخوه. إخواتي كل كوبل مع أخوه هكذا إخواتي، هكذا مثل ما ترون. أيضا هنا إخواتي كل كوبل مع أخوته، ما شاء الله. إخواتي هنا أيضا خلطة النيجر، مصدر الكالسيوم إلى آخره. طبعا إخواتي بالنسبة للفيتامينات التي تستطيعون أن تضعونها في هذه المرحلة، يوجد هذا إخوتي. هذا نعرف أنه فيتامين
جد غالي بكل صراحة. الفقير لا يتمكن من شرائه. هذا يسمى أوسيمو، يعني منتوج ما شاء الله جد غالي، ممكن 600 ألف والله أعلم. يعني هذا الذي يتمكن من شرائه رائع جدا، فيه كل الفيتامينات، فيه ليزاسيداميني، فيه ليسالمينيرو، يعني الأملاح المعدنية، كل شيء كل شيء. هذا نضعه ل 20 يوم، لمدة 20 يوم إخوتي. يعني نجبدوا هذا ونوضعه في مشربية هكذا عادية، نوضعه 10 نقاط ونغيره يوميا لمدة 20 يوم. أو نضع شوكي فيتامينيكو الذي تكلمت عليه سابقا. يعني إذا لم تجدوا هذا الشوكي فيتامينيكو، كاين نوع آخر يباع في الجزائر، يعني يجي أصفر يعطى شوكي فيتامينيكو، نقدمه مرة في الأسبوع فقط، مرة في الأسبوع. تمام إخوتي؟ يعني هكذا إن شاء الله يعني الطيور تاعكم ستخرج ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني ستخرج جد قوية إن شاء الله من مرحلة غيار الريش. الخلطة هذه أيضا ما شاء الله محفزة، فيها البروتين، يعني ما شاء الله من بروتينات إلى آخره. يعني أنتم تعرفون فوائد اللوز، وأيضا المسكوتات تخدم بالبيض، يعني ما شاء الله. طبعا إخواتي أيضا لي جون نقدم لهم أيضا نفس الشيء، مثل ما ترون إخواتي. خلطة البذور، الكالسيوم، يعني ما شاء الله كل شيء يلزم نوفروا كل شيء في هذه المرحلة، لأنها مرحلة جد حساسة إخواتي، ونقدروا نفقدوا يعني الطيور تاعنا في هذه المرحلة. لهذا أنا دائما أؤكد على هذه المرحلة. إذا كانت هذه المرحلة يعني تفوت مليحة ستنجح إن شاء الله. إذا الطيور تاعكم خرجوا ضعاف من هذه المرحلة، فرضية كبيرة لن تنجح الموسم القادم في مرحلة غيار الريش. وأيضا إخوتي أنوه على شيء آخر، المناعة تاع الطائر تاعنا تقل في هذه الفترة. يعني خوتي حذروا من التيارات الهوائية، ما يلزمش يكون تيار هوائي قوي. وأيضا إخواتي شيء آخر، يلزم تنظفوا، يعني كل 3 أيام نظفوا هكذا إخواتي، نظفوا بماء الجافيل، يعني نظفوا مليح، ما تتركوش الأوساخ، لأن الطائر سيأكل البراز تاعو مرة أخرى أعزكم الله. وهكذا إن شاء الله أكيد بإذن الله أكيد ستنتجون الموسم المقبل، مثل ما نصحكم أخي لطفي، وأنا أتفق معه تماما. اتركوا كل كوب مع بعضه البعض، كل كوب مع بعضه البعض، اتركوهم يغيروا مع بعض. تمام إخوتي؟ وهكذا إن شاء الله ربي سيوفقكم واتخذوا الأسباب. هذه هي، اتخذوا الأسباب وربي يوفق الجميع. وإن شاء الله أكون أفدت الجميع. وإذا عندكم أي سؤال خاصة في هذا الفيديو، فيديو جد مهم، أي سؤال تفضلوا يعني في التعليقات، لأني سأخصص اهتمام كبير للإجابة يعني على أسئلة تخص مرحلة غيار الريش، باش هكذا إن شاء الله كلكم تفوتوا مرحلة غيار الريش بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.